وأكاد أقسم بالله أن البيت الذي لا يتواصى أهله على الصلاة إن السعادة تخرج منه ولا يجدون لذة. لما؟ قطعوا الاتصال بينهم وبين الله. البيت السعيد نور الصلاة ضياؤه، البيت السعيد تعرج أرواح المصلين فيه إلى الله، البيت السعيد أواخر الليل لهم مع الله أسرار، هذا يناجيه، هذه في غرفتها وذاك في غرفته. ما أجمل هذا البيت. وكيف تدخل الأحزان إلى بيت اتصل أهله بالرحمن؟ ذلك وصيتي لمن أراد أن يكون سعيدا وبيته سعيدا أن يوصي أهله. لا يكفي أن تصلين ولا أنت أن تصلي، بل لا بد أن تأمر الأهل بالصلاة جميعا، لأن السعادة أن تترافقوا إلى جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من طريق السعادة مع سفيرة السعادة أم علياء. الفيديو ده عايزة أقولك إن شاء الله بإذن الله يبقى بداية السعادة دنيا وآخرة ليكي. تابع الفيديو بالكامل، ما تنسيش لايك وشير للفيديو من فضلك. الفيديو اللي أنا هنزله النهاردة ليه معنى خاص قوي. الفيديو دوت لو كان حد هيستفاد بيه، حتى لو شخص واحد من الفيديو ده، يبقى ده هو المكسب الوحيد اللي أنا كسبته من اليوتيوب، ويكفيني فخر ان انا الاقي حد ان شاء الله باذن الله يستفيد من الفيديو دوت. الفيديو النهارده انا عاملاه للناس اللي عارفه قيمه الصلاه، وعارفه المعنى الشرعي لترك الصلاه، وعارفه اهميه الصلاه، وعارفه ان الصلاه فرض وركن، وتارك الصلاه بين المسلم وبين الكافر ترك الصلاه، وعارفين كل الاحكام بتاعه ترك الصلاه. انا مش هقول لهم ايه هي الصلاه وايه اهميتها، هم عارفينها. انا هكلم النهارده الناس اللي عارفه اهميه الصلاه وفضل الصلاه وعقاب تارك الصلاه، بس للاسف مش قادرين ينتظموا في الصلاه ولا قادرين يحافظوا على الصلاه. النهارده ان شاء الله باذن الله في الفيديو دوت هقدم لك حلول عمليه ازاي ان شاء الله بيها تقدري تحافظي على الصلاه. عايزه افكركم بس تذكره بسيطه ان اخر وصيه للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. اول حاجه يا جماعه علشان تبداي تنتظمي في الصلاه وما تفوتيش ولا فرض، الدعاء. دعائين لازم تحافظي عليهم دايما، تبتهلي لربنا بقلبك وبيقين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده اول دعاء. تاني دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ألحي على الله بهذين الدعائين، إن شاء الله بإذن الله هتلاقي نتيجة كويسة جدا. اسأل الله بصدق إن ربنا يرزقك المحافظة على الصلاة. إيه اللي بيخلي الناس تفقد حماسها للصلاة وبيخليها ما تنتظمش على الصلاة؟ إن الصلاة حاجة دايما طول عمرنا بنعملها كل يوم 5 مرات. لو تحولت ان انتي بتصلي مجرد حاجة بتعمليها وفقدتي حبك لله عز وجل والخشوع من قلبك، فعلا هتبقى فعلا تقيلة وهتبدأي ممكن تسيبيها. جددي علاقتك بالله، جددي ايمانك، استغفري كتير. ربنا قال ايه؟ وانها لكبيرة الا على الخاشعين. يعني ايه كبيرة؟ يعني ثقيلة. على مين؟ على الناس اللي ما بيخشعوش في الصلاة. عايزة اقول لكم ان فعلا الصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. طب مين هم الخاشعين؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. دايما جددي نيتك ان انتي مهما تجري في الدنيا ديت وتعطلي نفسك والدنيا تاخدك من الصلاة، انتي في الاخر راجعة لله عز وجل. احنا مش مهمتنا ان احنا نقعد نجري ونشتغل ونعمل وننظف ونغسل مواعين وننزل ونطلع، دي مش مهمتنا. مهمتنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. احنا ربنا خلقنا ان احنا نعمر الارض ماشي ونشتغل، بس في حاجة اساسية، احنا مخلوقين للعبادة. حطي في دماغك الموضوع دوت. سستمي حياتك على الصلاة، مش تخلي الصلاة حاجة من ضمن حياتك. انا هعمل كذا قبل الصلاة وهعمل كذا بعد الصلاة،
هعمل كذا لما اصلي. خلي الصلاة هي الاول ويعقبها كل حاجة بعد كده علشان مش تصابي بالفتور. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجة، اول خطوة عملية الدعاء. بعد كده بكلمك برضو عن خطوة عملية تانية، الصحبة الصالحة. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. دوري على صحبة صالحة، حد يعينك على الصلاة. لو الانتيم بتاعتك او للصحبة بتاعتك او لو اي حد قريب منك ما بيصليش ومش منتظم، اتفقي معاها، قولي لها يلا نحافظ على الصلاة، يلا نعمل عقاب للي مش هتصلي فينا، ذكروا بعض بالصلاة. دوروا على حد تالت لو انتوا مش قادرين تعينوا بعض، حد يكون صالح فعلا. قولوا احنا عايزينك كده تأمرينا بالصلاة كل شوية، عايزينك تتصل علينا وقت كل فرض. يا جماعة الموضوع فعلا محتاج كده واكتر من كده كمان. الموضوع مش سهل ان انت اول ما يحاسب عليه العبد في القبر هو الصلاة. يعني اول حاجة اصلا هتتحاسبي عليها هي الصلاة، ومش في حاجة بتغفرها ولا حاجة بتكفرها. يعني مش هتقولي استغفر الله من ترك الصلاة. العلماء قالوا ان الصلاة لا يكفرها الا الاداء، لازم تأدي الصلاة ديت اداء، ما فيهاش تكفير، اللي لا كفارة لها الا الاداء. بعد كده يا جماعة المحافظة على النوافل للمحافظة على الصلاة. يا سلام، يعني دلوقتي جاية تقول لنا ازاي احافظ على الصلاة، ان انا بسيبها وبفوت فرض فرض لا، واقعد باليوم كامل ما اصليش، وتقولي لا احافظ على النوافل. مش لما احافظ على الفروض الاول؟ لا، المحافظة على النوافل هتؤدي الى المحافظة على الفروض. تمام؟ انت لما تحافظي على النوافل يوم ما تكسلي هتكسلي عن النوافل وهيبقى الفرض، وكل ما تحاولي تنشطي نفسك هتتنشطي تاني للنوافل. لكن انت لما تسيبي النوافل هتكسلي عن الفرض وهتلاقي صعوبة في الرجوع للفرض. تمام؟ يبقى حافظي على النوافل عشان لما تصابي بالكسل او بالفتور او بوساوس الشيطان تيجي في النافلة مش تيجي في الصلاة. لازم تعلمي علم اليقين ان احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها يعني اول وقتها. يبقى كده هناخد كمان خطوة من خطوات العملية للحفاظ على الصلاة. الصلاة اول الاذان، اول ما الاذان يأذن صلي. ليه؟ لانك لو اخرتيها هيؤدي الى التسويف، والتسويف هيؤدي الى التهاون، والتهاون هيؤدي الى الجمع بين الصلوات، وهيؤدي ثم بعد ذلك الى ترك الصلوات. يعني دلوقتي مثلا ايه، العصر اذن، طيب انا هصلي ان شاء الله باذن الله بس لما اعمل كذا، وعملت كذا والشيطان اعوذ بالله جابلك حاجة تانية كذا، ما هو لاقي حد بقى مش مهتم بالصلاة. تمام؟ كذا في كذا في كذا، المغرب اذن، ياه طيب ابصر ايه حصل، هصليهم كلهم في اخر اليوم، وعد هصليهم كلهم في اخر اليوم، ويجي اخر اليوم تنعوسي وتنامي وما تصليش. ان شاء الله من بكره مش هسيب ولا فرض، هبدا اصلي من بكره، ويحصل نفس المشكله، لان انت المشكله من جواكي التسويف والتهاون. المشكله ابدأي الان، الفرض اذن الان. الحب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها او لوقتها. الصلاة محتاجة للحماس، حمسي وحفزي نفسك كل يوم بحاجة. الإسدال بتاعك بتاع الصلاة على الطريق، خلي ليكي ركن خاص في الصلاة كده في البيت. لو انت تاركه الصلاة بقالك فترة وعايزة ترجعي، جددي نشاطك من جواك، اشتري إسدال جديد، مصلية جديدة، عطري المكان، اعملي ركن كده في البيت هادي صلي فيه. ابدأي حب الصلاة، حط في دماغك ان انت كل يوم رايحة تقابلي ربنا. كل فرض لما بيأذن انا رايحة اقابل ربنا اللي خلقني. انت عارفين يا جماعة الموضوع عايز استحضار نية واستحضار معاني روحانية عشان تقدري فعلا تستمري. موضوع الحفاظ على الصلاة والانتظام في الصلاة محتاج جهاد نفس. ربنا قال ايه يا بنات؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة محتاجة صبر، محتاجة انك لما تأمري حد بيها تصبري على الحد، لانها عايزة جهاد نفس للناس اللي سايبين الصلاة. إلا من رحم ربي ومن هداه ربه إلى فعلا الحفاظ على الصلاة في وقتها وعدم ترك الصلاة، دي أكبر نعمة. أنا قابلت ناس في حياتي فعلا تركين للصلاة، وقتها حمدت ربنا، قلت يا رب أنا لو ما عنديش نعمة في حياتي غير إن أنا بفضل الله بصلي، يبقى هي دي أكبر نعمة الحمد لله ربنا أنعم عليا بيها.
هيحسوا قد ايه ان الصلاة نعمة لما يبدأوا يحافظوا على الصلاة. بالكلمتين دول هختم الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، ولو عايزين نتكلم في السلسلة دي تاني اكتبولي في التعليقات. وفي الاخر حبيباتي، ما تنسيش دايما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم لا تجعلني شقيا ولا محروما. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.